أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الفيديو الثاني أو الثالث في مادة الفلسفة قد يكون حول المحور الثاني من مفهوم الشخص، مجموعة الوضع البشري. قيمة الشخص. قيمة الشخص، القيمة هي الميزة أو الخاصية التي تميز الشيء عن غيره، ويمكن القول أنه هو الطابع المميز لوجود هذا الشيء. يعني القيمة ملي كتقول القيمة ديال واحد الحاجة، يعني فيها واحد الميزة أو واحد الخاصية اللي كتخليها أنها تكون متميزة عن الأشياء الأخرى. قيمة الشخص، عندما نتكلم عن الشخص، قيمة الشخص بمعنى ما هي الميزة أو الخاصية التي تميز الشخص عن الغير أو عن الآخرين، أو ما هو الطابع المميز لوجود الشخص أو لو بوجود الإنسان بصفة عامة. هذه هي قيمة الشخص. هذا المحور الثاني هذا كيعالج لنا واحد الإشكال اللي هو من أين يستمد الشخص قيمته، وهل هذه القيمة متغيرة أم ثابتة؟ بمعنى آخر، ما هو أساس قيمة الشخص، الأساس الذي تنبني عليه قيمة الشخص، وهل هذه القيمة متغيرة أم ثابتة؟ هذا المحور هذا عالجوه ثلاثة ديال الفلاسفة اللي غادي نهضروا عليهم باختصار. الفيلسوف الأول هو كانت، حيث أنه ميز بين أشياء الطبيعة والشخص. كانت دار واحد المقارنة ما بين أشياء الطبيعة وما بين الشخص، حيث أنه قال أن أشياء الطبيعة لها قيمة نسبية تتجلى هذه القيمة في المنفعة المحصلة من هذه الأشياء. يعني الشيء لها قيمة نسبية لأنها تتغير حسب تغير منفعة هذا الشيء. إذا كان صالح راه عنده قيمة، إذا ما كانش صالح راه ما عندوش قيمة، وذلك باعتبار أنه وسيلة. على عكس الشخص، أنه قال أن له قيمة ثابتة لأنه ذات عاقلة وكائن عاقل وأخلاقي، له غاية في ذاته. هو غاية، الشخص غاية في ذاته وليس كوسيلة، الذي يتوجب على الغير باحترامه واحترام كرامته كغاية وليس كوسيلة. ولهذا تكون قيمة الشخص يستمدها من الذات والعقل العملي الأخلاقي حسب كانت. يعني كانت كيقول أن الذات والعقل العملي الأخلاقي هما أساس قيمة الشخص، أو لا من الذات والعقل العمل الأخلاقي يستمد الشخص قيمته. وبما أن الذات هي أساس قيمة الشخص، فإن الذات لا تتغير بل هي ثابتة، وبهذا تكون هذه القيمة ثابتة حسب كانت. الفيلسوف الثاني الذي عالج نفس القضية اللي هي قيمة الشخص هو هيجل، حيث قال أن الشخص هو واحد كائن اجتماعي تربطه علاقة اجتماعية مع الآخرين، وله مرتبة وقيمة من داخل هذا المجتمع، حيث أن هذه القيمة غير ثابتة ومتغيرة، وذلك حسب امتثاله للواجبات الاجتماعية عن طريق السلوك. وهذه المرتبة والقيمة يحصل عليها هذا الكائن الاجتماعي اللي هو الشخص عن طريق الامتثال للواجبات الاجتماعية. يعني الشخص له واجبات وعليه حقوق،
فالامتثال للواجبات الاجتماعية تكون عن طريق سلوكه الأخلاقي، وبهذا تكون قيمة الشخص حسب هيجل هي السلوك الأخلاقي، وهذه القيمة متغيرة مع تغير هذا السلوك. الفيلسوف الثالث الذي عالج نفس القضية حيث يقول أن الإنسان كائن اجتماعي أيضا، من بدايته له قيمة تتجلى في أنه منذ بداية ظهوره كانت تربطه علاقات مع الآخرين، وهذه العلاقة تتجلى في التعايش والتضامن بين أفراد المجتمع التي يعتبر الشخص واحد من هذه الأفراد، وهذا التعايش والتضامن ينتج عنه الفكر الأخلاقي، وبهذا يكون أساس قيمة الشخص بالنسبة لغوزدورف هو الانفتاح على الغير. يعني لا يمكن أن نتحدث عن قيمة الشخص في الوجود الانفرادي، بل تتجلى في الوجود الاجتماعي. كان هذا هو الدرس ديال قيمة الشخص. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم الفكرة حول من أين يستمد الشخص قيمته، وهل هذه القيمة متغيرة أم ثابتة. تسنوا انتظروا معنا المحور الثالث، الشخص بين الضرورة والحرية، في الفيديو المقبل. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، إلا كنتي جديد كتفرج ما تنساش سبسكرايب، ابوني او الاشتراك، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.